عمرك عملت اختبار شخصية ولما خلصته كانت نتيجته دقيقة جدا، فطول ما انت بتقرأ قعدت تقول والله ده انا قوي فعلا. ايوه انا الشخص اللي بيعدي للناس كتير بس لما بتقفل خلاص انتهت. دي احسن حاجه فيا. لما بتصدق ان اختبار الشخصية ده بيوصفك بالملي بيبقى ده معناه ان اللي كاتب النتيجة شاطر قوي، لانه رغم انه كاتب كلام عام قوي الا انه عرف يخدعك وخلاك تصدق انه بيوصفك انت ووقعك تحت تأثير برنم او فرر. في ظاهرة بتحصل لما الناس تصدق إن اختبار الشخصية بيوصفهم بالملي، في حين إن الكلام المكتوب ممكن ينطبق على أي حد تاني وإن هو كلام عام جدا. كلام زي مثلا أنت دائم الانتقاد لذاتك، أو أنت عندك إمكانيات كتيرة جدا بس أنت لسه ما استعملتهاش لصالحك. انت استثنائي. كمان هو ده نفس اللي بيحصل في اختبار شخصيتك من برجك، لان محدش هيعرف شخصيتك من برجك ولا حد هيعرف حظك اليوم، ومش معقول يعني ان كل مواليد برج الجوزاء هيحصل لهم حاجه حلوه النهارده لكن احذر من اقرب الناس اليك، او ان برج الحمل عليهم انتهاز الفرص اليوم، ولا ان انت مودك مش متظبط بسبب موقع برجك النهارده. احنا قلنا في اغسطس اورانوس هيزورنا في تشرين صح وفي نيسان. وكمان كروت التاروت وكل الحاجات دي. عالم النفس فورر، واللي بيتسمى التأثير ده تأثير فورر على اسمه، عمل تجربة سنة 1948 على 39 طالب واداهم اختبار وقال لهم انه بناء على الاختبار ده هيديهم وصف لشخصيتهم. بعد اسبوع اداهم النتيجة كل واحد لوحده وقال لهم ادوا تقييم للنتيجة على حسب بتنطبق عليكم قد ايه. متوسط التقييم اللي الطلبة ادوه للنتيجة كان 4.3/5، والحقيقة إنه ادالهم كلهم نفس النتيجة بالظبط، ومعرفوش الحقيقة دي غير بعد ما عملوا تقييم للنتيجة، وده لأن الكلام كان عام ومبهم وممكن ينطبق على أي حد، فكل الطلبة وقعوا تحت التأثير. شربتها يا كروديا. من ضمن الطرق اللي بيستخدمها الناس اللي بيكتبوا نتائج الاختبارات دي عشان يوقعوا الناس تحت التأثير، اكتشفوا إن الناس بتتقبل الكلام الإيجابي أو السلبي اللي بيتقال لو كان بصيغة إيجابية. يعني بدل ما أقولك أنت شخص مش عايش في الواقع أو منفصل عن العالم، أقولك أنت شخص لديه أفكار خارج المألوف أو خيالي، أو شخص عنده طموحات ومش واقعية وعالية أوي. بنجمل الكلام يعني عشان نتقبله. الناس بيحبوا يحسوا إن في حد فاهمهم ومقدر صفاتهم الكويسة وبيقول لهم عليها، عشان هما ممكن يكونوا أصلا بينتقدوا نفسهم عليها، بس لما بتتقال بالطريقة دي الشخص بينبسط، وده ساهم أكتر في حب الناس للنوعية دي من الاختبارات وانتشارها. الإنسان بطبيعته بيحب يحس إنه متشاف ومتشاف كويس، والنوع ده من الاختبارات هيديه الإحساس ده وهينبسط وهيبدأ يرشحه للناس اللي حواليه. طبعا ما نقدرش ننكر إن في بعض الاختبارات بتحاول تكون دقيقة وصحيحة بنسبة كبيرة، بس دي قليلة قوي وبرضه مش بتبقى صح تماما. زي مثلا إن في دايما نقطة في اختبارات الشخصية بتعمل لخبطة بين أنا بعمل إيه دلوقتي وبين أنا عايز أو نفسي أعمل إيه في شخصيتي. لو أنت بتفكر تعمل اختبار شخصية وتبيعه للناس وواهب ترزق، لازم تاخد بالك إن في عاملين لازم يكونوا موجودين في الكلام أو النتيجة اللي هتقولها للناس. العامل الأول هو التركيز على التساوي بين الصفات الإيجابية والسلبية، ما بين إن أنت شخص كويس وإن أنت برضه شخص وحش عشان نحبكها. العامل التاني إن الشخص اللي بيعمل الاختبار يكون شخص ذو مصداقية، خاصة عند الشخص اللي بيتعمله الاختبار عشان يبقى مصدقه. تالت حاجة، حط دايما كلمة أوقات فالشخص يصدق أكتر. أوقات بتبقى هادي، وأوقات بتبقى عصبي، أوقات بتكون واثق في نفسك جدا، وأوقات بتكون مش حاسس بكده خالص وبتشك في نفسك جدا. وكده كده أنت هتسيب الناس مع دماغهم وكل واحد ياخد الجمل يقيفها على حياته وشخصيته هو، بس كده.